اقدر الكتابه مسيء ومسيء يعني انا ما بيتحكى دينيا بس، لا حتى عاطفيا وجوده في اوساطه. مثل هذا لازم يعني الرقابه بمعنى منع دخول ما يسيء للمجتمع. هذا واحد. اثنين، المواد الاباحيه الحين الان في بحث قبل فتره طالع ومنتشر وايد في البي بي سي وكذا حول المواد الاباحيه اللي قاعد تعرض للاطفال. نعم. تبين بانها الطفل هذا اللي يتعرض حق المواد الاباحيه في صغره طبعا وبنسب احصائيا مهمه. نعم. في النهايه راح يكون انسان سايكوباثي منعزل اجتماعيا، يعاني من امراض. بالتالي من حقي الان بل من واجبي من صغري اني امنع هالمواد هذه لا يوصل. انا شلون هذه قد تكون صعبه، قد تكون انا ادري، بس لازم اسعى في القضيه. خلاصه الكلام كون ان وجود خلينا نقول فلتره نعم للمواد اللي ممكن تضر المجتمع انا اشوفها جدا مهمه، لكن لا زلت اقول بان الى اي سقف هني القضيه. دكتور خلينا ندخل في التطبيق، يعني احنا ما زلنا قاعد نتكلم في مبادئ عامه. يعني انا مثلا كتب لنفرض سيد قطب. سيد قطب مفكر، تتفق او لا تتفق معاه هذا الشأن الشخص، رجل موجود ما تقدر تنكر، يعني هو موجود في الفكر العربي الاسلامي موجود. تمنع كتبه لماذا؟ هو لا يدعو الى الرذيله ولا يدعو الى شيء. مثلا هذا كمثال، هناك كتب قد تمنع، يعني لما طبعا ما حد يناقش، اتصور يفترض ان لا يناقش احد في الامور اللي تدعو الى الرذيله وهذا، ولكن هناك كتب كثيره تمنع لاسباب فكريه بحته. وهذا يمكن مشكله الناس مع الرقابه. هني يجي الطرح اللي طرحه دكتور ساجد، وجود الآلية القانونية اللي تخلي الفئات الرسمية تشتكي علي أو كمؤلف، تسمح لي أيضا أنا المؤلف الذي أو من أتبنى أهمية هذه الكتب أني يصير عندي الحق والآلية والقنوات القانونية الميسرة لعكس هذا المنع. بمعنى آخر كتاب معين منع، سواء لي أنا أو من أرى بأنه كتاب جيد وراء يعني المفروض يروج، وأشوف أنه منع مثلا. وأنا مع وجود ترى الرقابة، بس المفروض تيسر لي آليات بحيث أن أقدر أرفع هذا لو كان المنع مو على أساس مو على أساس مو بشري. أيضا أطالب أن تكون آلية خلينا نقول فرضا مناحي المنع والرقابة تكون واضحة ونابعة من الدستور اللي أنا متبنى. نعم. يعني ممكن أنا هذا السؤال اللي بغيت أسأله، يعني اساس الرقابه راح تتعارض مع مبادئ دستوريه. هذه النقطه انا لابد الحين اني اوضح جزئيه. طبعا لما كنت اتكلم عن قضيه هنا رفض للرقابه، ما زلت على رفض للرقابه. طبعا احنا لا يدخل في ذلك مساله مثلا الصور الاباحيه، احنا نتكلم عن الكلمه المكتوبه، الفكر صح. حتى لو كان الفكر خلينا نقول اللي فيه اللمس الجوانب الجنسيه وكذا، هذه اعتقد انه يضبطها القانون. انما قضيه انه فيه من يفرض الوصايه القبليه، اولا موضوعا لا تستقيم. انت قبل شوي تتكلم عن معرض الكتاب الدولي بالكويت بحدود 12,000 مؤلف جديد من 2007 إلى 2009. تخيل معرض الكتاب المصري اللي يقول لك يعادل حجم معرض الكتاب الكويت 60 مرة. صحيح. عدد المؤلفات المهول اللي فيه مهما تخيل شنو تحتاج لك؟ جيش من مليون شخص يجلسون يستحيل. وجود الرقابة أصلا بحد ذاته لو تخيلنا بأن يمنع كل كتاب جديد لا يخرج حتى يتم، معناته هذا راح يكون هو اللي يسبب تفشي الجهل. بطبيعة الحال. لذلك احنا ما نتكلم عن الجانب الصور الإباحية والمخلات اللي اعتقد نتكلم عن الجانب الفكري الاسم اللي ذكرته كمثال. أيوة يعني فقط. فبالتالي احنا الحين نتكلم عن الفكر، الأطر غير واضحة. نعم. المعايير غير واضحة. من حقي أنا كمؤلف بأنه والله أنتم منعتوا كتابي ترون بأنه فيما يسيء ما يهدد الأمن فمن حقي أني أنا أقول بأن لا، هذا الكلام غير صحيح، لأن الآن أصبحت سمعتي أنا كمؤلف. نعم. يعني تخيل أن أنا مؤلف كويتي وقيل عني أنه والله منع له كتاب لأنه يؤدي إلى خلخلة الأمن الداخلي. هذه مصيبة، هذه بحد ذاتها أنا أعتبرها فضيحة. أحتاج أن أدافع عن نفسي وأقول بأني لا، أنا لا أضر أمن بلدي، بالعكس أنا لي فكر. فشنو الآليات؟ لا توجد آليات واضحة. هذا كله لابد أن يحدد. الجانب الآخر عن الكتب اللي لا يمكن أني أنا قاضي، لما الدكتور بينها، كل كتاب يفترض بأن له ناشر. نعم. وكل كتاب يصل للكويت إذا ما كان له ناشر محلي، هنا له وكيل محلي اللي جاب هذا الكتاب. فبالتالي صحيح. القانون واضح انه يعرف راح يقاضي من، يحدد الجهه اللي يقاضيها. يعني المدخل للحل موضوع الرقابه هو التشريع الواضح. نعم. وتحديد الاطر اللي على اساسها قاعد تمنع الكتب. في كثير من الكتب منعت لاسباب واهيه ومجهوله، لكن ايضا الواحد يكون منصف. خلينا نكون واقعيين، احنا نتكلم عن الكويت.
نعم. أنا أقدر أفكر الآن لو بضع نفسي في مكان الطرف الآخر، في عقلية أو في مكان وزير الإعلام، ولا أريد أن أكون في مكانه في هذه الظروف السياسية، أنا أعرف هو ليش أو وزارة الإعلام مصرة على لجنة الرقابة بسبب الوضع السياسي. صح. أنا انهديت كتاب والله فيه مثلا تقول لمس لفئة الشيعة زعلوا نواب الشيعة، لمست السلف زعلوا نواب السلف، وكنا نذكر في سنة من السنوات أحد وزراء الإعلام أعتقد سعود الناصر استجواب صحيح. على خلفية كتب وجدت في معرض الكتاب. صحيح. بالضبط. فبالتالي قال لك بلاش الوجع الراس هذا، وبسبب إذن الضغط السياسي، إذن مشكلة الرقابة اللي عندنا مرتبطة بالضغط السياسي، إذن مرتبطة باللخبطة التنموية العامة اللي قاعدة تشل الكويت. هذا جانب. جانب آخر أيضا نكون منصفين، أنا اللي أعتب على الأخوة اللي الآن قاعد اللي هم ضد الرقابة اللي سووا الاحتفالية. طيب هذا دوركم حقيقي، وأنا أؤيد فكرتهم بأنهم من الناحية المبدئية والموضوعية بأنهم ضد الرقابة، حتى وإن كان البعض غير متبلور الصورة عنده بالضبط وما يدري شنو يبي. لكن أيضا الجانب الآخر لكم دور آخر، دور تثقيفي. نعم. وين قوائم بنصائح أحسن الكتب الموجودة في معرض الكتاب؟ وين الاحتفاليات اللي سويتوها على هامش معرض الكتاب؟ وين الصحف اللي انكتبت وأشادت؟ أنا فيما تبقى من زمن وهو قليل جدا، يعني ربما دقيقة واحدة، دكتور، من يفترض أن يتحرك باتجاه تصحيح هذا الوضع؟ المشرعين أم خلينا نقول المثقفين أم جهات أخرى؟ أنا أعتقد الجميع. المشرعين من صوب المثقفين والمفكرين، مستهلك الثقافة كالمواطن العادي، لأن في النهاية الكل يصب لمصلحتك أو لما يسيء لك أنت. نعم. فأنا أعتقد المجتمع ككل بكل مكوناته المفروض نتحرك بالاتجاه هذا. نعم. مع هذا السؤال ضيوفنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. طبعا لا يسعني إلا أن أشكركم وأشكر هذا النقاش الجميل اللي تفضلتوا فيه. أعزائي المشاهدين، في ختام هذه الحلقة نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة، في أمان الله.